السلام عليكم متابعينا الكرام، وهذا هو العنوان الأبرز. إسرائيل تحذر من اعتماد البوليزاريو لأساليب حماس لاقتحام الجدار العازل. كل التفاصيل في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك ليصلكم كل جديد. نشر دافيد أرونسون نائب مدير معهد اتفاقية أبراهام للسلام في إسرائيل والمستشار السابق لوزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلي تغريدة على حسابه تويتر حذر فيها من تقليد ميليشيات البوليزاريو الانفصالية لأساليب حركة حماس للتوغل إلى داخل التراب الوطني. وكتب المسؤول الإسرائيلي في تغريدة له على تويتر: جبهة البوليزاريو تتعلم بسرعة من حماس. هاتين المنظمتين الإرهابيتين هما فرعان من نفس الشجرة السامية، جمهورية إيران الإسلامية. يجب على إسرائيل والمغرب الوقوف معا في الحرب على الإرهاب. المسؤول الإسرائيلي المذكور تقاسم مع متابعيه على تويتر تغريدة لحساب موثق لمحسوب على البوليزاريو قال فيها أن العملية التي قام بها حركة حماس تعلم جبهة البوليزاريو كيف تقتحم الجدار العسكري لمهاجمة الجنود المغاربة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعة.